السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الزمالك يفتتح الموسم الجديد من الدوري بمواجهة بيراميدز في الجولة الأولى، والأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة المصري البورسعيدي. قرعة الدوري المصري توقع الزمالك أمام الأهلي في الجولة العاشرة من المسابقة، وتوقع الإسماعيلي أمام الأهلي في الجولة الثالثة، وتوقع بيراميدز أمام الأهلي في الجولة الرابعة عشر، وتوقع فيوتشر أمام الأحمر في الجولة السابعة عشر من المسابقة. رابطة الأندية تؤكد انطلاق الدوري 18 سبتمبر الجاري وانتهاء 30 يوليو 2024، وتحدد 5 مليون جنيه جائزة للبطل. إعلان رابطة الأندية 30 يوليو موعدا لنهاية مسابقة الدوري الموسم الجديد يؤكد أن هناك معجنة تنتظر الأهلي في الموسم المقبل، وذلك بسبب كثرة البطولات التي يشارك فيها الأحمر. رابطة الأندية تعلن استمرار العمل بلائحة إيقاف اللاعب في حال حصوله على 3 إنذارات في 3 مباريات مختلفة، وتراجعها عن تنفيذ مقترح إيقاف اللاعب بعد الحصول على 4 إنذارات. رابطة الأندية تنجح في زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري ل10,000 مشجع، وتؤكد أنها ستقسم على طرفي المباراة بحيث يحصل كل فريق على 5,000 تذكرة. رابطة الأندية تؤكد أن الجماهير التي ستقوم بتوجيه السباب للفريق المنافس أو أي عنصر من عناصر اللعبة سيتم معاقبة ناديهم ماليا في المرة الأولى، وفي حال تكرار الأمر سيتم حرمان الجماهير الحاضرة من مباراتين، وفي حال تكرر الأمر للمرة الثالثة يتم حرمان النادي التي تشجع تلك الجماهير من جماهير مباراتين. رابطة الأندية تلزم الأندية في اللائحة الجديدة بإعلان تشكيل الفريق قبل 1.25 ساعة من المباراة، وتؤكد أن أي نادي سيخالف ذلك سيتم تغريمه 20,000 جنيه. مروان عطية يسجل أول أهدافه مع الأهلي منذ قدومه من الاتحاد السكندري من ركلة جزاء في مباراة طلائع الجيش الودية. أنتوني موديست ينهي جلسة تصويره في التتش وينتظم في مران الفريق صباح الغد. الصفحة الرسمية لرابطة جماهير الأهلي بالسعودية: إحنا مش بنشوقكم، بس بنوعدكم بأن اللي هتشوفوه في ليلة 15 من سبتمبر لم تروه من قبل، بسبب مخاوف الأهلي الشديدة من تعرض اللاعب للإصابة قبل السوبر الأفريقي. مدرب المنتخب التونسي يدرس عدم الدفع بعلي معلول أساسيا في مواجهة مصر الودية غدا. في خبر صار لمارسيل كولر: أليو ديانج ينجح في إقناع مدرب منتخب بلاده باستبعاده من المباراة الودية التي سيخوضها من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة السوبر الأفريقي مع الأهلي، واللاعب يظهر في التتش. مسؤولي الأهلي يبلغون كولر بانضمام بيرسي تاو لمعسكر الفريق بالسعودية مساء الأربعاء أو صباح يوم الخميس قبل المران الأخير للفريق بسبب رفض جنوب أفريقيا إعفاء اللاعب من المباراة القادمة. بعثة اتحاد العاصمة الجزائري تصل السعودية خلال ساعات قليلة للدخول في معسكر مغلق هناك قبل مواجهة الأهلي. رئيس اتحاد العاصمة الجزائري يؤكد للاعبيه في جلسة معهم أنهم أمام مباراة تاريخية في السوبر، ولا بد أن يقاتل الجميع فيها لتحقيق اللقب من أجل الجزائر ومن أجل أنفسهم وناديهم. جمال بالماضي يرفض التفريط في أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة قبل انتهاء معسكر الجزائر رغم ضغوط الاتحاد الكبيرة، والذي يرغب في استعادة لاعبه من أجل السوبر الأفريقي. تقارير جزائرية تؤكد أن اتحاد العاصمة الجزائري يواجه أزمة في الدفاع قبل مواجهة الأهلي بإصابة مصطفى بوشينا وأدم عليات بسبب تعرضهم للإصابة. الأهلي ينهي إجراءات سفر الوافد الجديد أنطونيو موديست إلى السعودية لكي يتواجد مع الفريق في السوبر الأفريقي. صلاح محسن وكهربا يؤكدون استعدادهم التام لمنافسة موديست بكل قوة على المشاركة أساسيا مع الأهلي في الموسم الجديد. التألق الكبير الذي يعيشه محمد مجدي قفشة في التدريبات في الفترة الحالية يزيد من احتمالية مشاركته أساسيا في مباراة السوبر الأفريقي. سيراميكا كليوباترا يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة وديا في وجود محمود علاء ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. مصدر مقرب من أمير توفيق يؤكد حزن مدير التعاقدات الشديد من استغلال بعض الصحفيين الذين ينتمون للأهلي منابرهم على السوشيال ميديا لمهاجمته بسبب رفض ومنحهم معلومات عن ملف المهاجم ورفض الرد على مكالماتهم المستمرة. ويؤكد أنه سيظل يعمل بالطريقة التي يراها مناسبة وستحافظ على عمله، وأنه لو وكيل كولر هو من أنهى صفقة موديست مثلما يقول هؤلاء الصحفيين لما كان سافر إلى أوروبا من الأساس لمدة تصل لأسبوع، وأنه يتعجب من محاولات هؤلاء المستمرة تشويه صورته أمام الجماهير وإظهاره بأنه لم يكن له أي دور في إقناع اللاعب سواء بهذه الخطوة أو حتى بتخفيض راتبه للنصف، والتي بذل فيها مجهودات كبيرة طوال الأيام الماضية. تقارير صحفية تؤكد أن الرينجرز الاسكتلندي حاول التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع النادي المصري على المقابل المادي.
يورجن كلوب يرفض تدريب منتخب ألمانيا ويتمسك باستمرار تجربته مع ليفربول. تامر أبو العينين بعد التصريحات التي خرجت له أمس وأثارت الجدل، توضيح للجميع وإغلاقا لكل أبواب الاجتهادات الإعلامية. أنا أثناء المعسكر الخارجي للنادي الأهلي فكرت مرارا وتكرارا في كل الظروف المحيطة بعملي في النادي الأهلي، وترك عيادتي الخاصة وعملي كطبيب، وترك المرضى المسؤولين مني خلال مدة الغياب، والتي طبقا لجدول ارتباطات النادي سوف تكون طويلة بل طويلة جدا. فقررت التقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبي. أنا لم أقم بأي حديث صحفي ولم أقم بأي مداخلة تلفزيونية رغم الإلحاح الشديد من الكثيرين، ولم أقبل التواجد في أي برامج تلفزيونية أو إذاعية. أيضا كل ما قيل من أسباب عدم استمراري في بعض القنوات الإعلامية والصحف عاري تماما من الصحة، ويمكن الرجوع لإدارة الكرة في الأهلي لتأكيد ذلك. لقد قمت بالاعتذار عن عملي الذي قمت به على مدار شهر كامل وبإشادة كبيرة من الجهاز الفني والسادة اللاعبين الذين تربطني بهم علاقة ممتازة، وكمثال قمت بحقن عدد منهم في عيادتي في اليوم السابق لتقديم اعتذاري عن الاستمرار. وحاول مستر كولر معي للاستمرار لكني كنت اتخذت قراري. في النهاية أرجو إغلاق الموضوع عند هذا الحد وإنهاء هذا الملف نهائيا، وشكرا. أكرم توفيق. كنت قلق قبل الخضوع للفحص الطبي لدى الخبير الأجنبي في النمسا، لكن الحمد لله النتائج جاءت جيدة، وأخبرني أن الأمور جيدة للغاية، وبعد 3 أسابيع يمكن المشاركة في المباريات مع الأهلي بشكل تدريجي. البعض يقول أنني أتدخل بقوة على المنافسين مما يجعلني عرضة للإصابات، مع العلم أن الإصابة الأولى كانت قضاء وقدر، والإصابة الثانية لم يحدث تدخل مطلقا مع أي لاعب في الفريق. طريقة لعبي لن أستطيع تغييرها، ولكن سأتعلم من بعض المواقف داخل الملعب. تعرضت للإصابة في المرة الأولى وعدت لنفس مستواي، ثم تعرضت للإصابة الثانية وسأجتهد للعودة من جديد، ولن أتعجل في المشاركة، وأتمنى أن يحالفني التوفيق ويعوضني ربنا خير عن الفترة الماضية. زملائي في الفريق دعموني بقوة، وعلى رأسهم حسين الشحات وحمدي فتحي والسلية وكريم فؤاد ومحمود متولي وأفشة، كلهم كانوا حريصين على مساندتي طوال الإصابة. كنت حزين لغياب عن الأهلي في الموسم الماضي، لكني في نفس الوقت سعيد للفوز بالبطولات وتقديم موسم استثنائي، وكنت أتمنى التواجد مع اللاعبين في وقت التتويج بالألقاب. المنافسة الشريفة مع زملائي من أجل المشاركة تصب في صالح الفريق بكل تأكيد، وكل لاعب عليه أن يجتهد في التدريبات ويترك الأمور للجهاز الفني، وجميعنا داخل الأهلي على قلب رجل واحد، والأهم أن نكون جميعا في أفضل مستوى. أنا عائد للفريق من أجل الفوز بالبطولات، وأتمنى أن تبتعد عني الإصابات تماما، وسأبدأ المشاركة مع الفريق بهدوء، بمعنى أنني لن ألعب بنفس القوة على كرة ستخرج لرمي التماس، بينما سأقاتل لمنع هجمة على مرمى الأهلي. سأرتدي القميص رقم 8 وأنا أحب هذا الرقم، وأتمنى يكون فيه الخير في الموسم الجديد. وكنت أرتدي نفس الرقم وأنا صغير عندما كنت ألعب بصفة مستمرة في وسط الملعب. الموسم الجديد سنواجه منافسة شرسة، ولو اعتمدنا على نتائج الموسم الماضي فلن نقدم أفضل مستوى، لذلك لابد أن نقاتل مرة أخرى لتكرار نفس الإنجازات والتتويجات بالبطولات التي حققناها الموسم الماضي. وهدف المرحلة المقبلة العودة أولا للمباريات مع الأهلي، ومن ثم التفكير في الانضمام للمنتخب الوطني. بعد إصابتي تلقيت اتصالات عديدة من الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا ومحمد غرابة مدير المنتخب. أتمنى فوز الفريق ببطولة السوبر الأفريقي في بداية الموسم، لأنها ستحفز الفريق على الاستمرار في حصد المزيد من الألقاب، والأهلي بالطبع الفريق الأقوى والمصنف رقم 1 في أفريقيا، ولذلك سنعمل على التتويج أيضا ببطولة دوري السوبر الأفريقي.